هلا بنات، مساء الخير، مساء العافية. نبدأ بالصلاة على محمد وعلى محمد. وبعد انقطاع طويل وياكم، طبعا أنا آسفة جدا جدا، فما قدرت هاي الفترة الأخيرة يعني شوية الصيام تعبنا وما نزلت فيديو. شو أخباركم حبايبي؟ اليوم خلينا نقول أول روتين يعني بالصالة سويناه. شو أخباركم بنات؟ شكو ماكو؟ وين رحتوا؟ وين جيتوا بالعيد؟ طبعا احنا الحمد لله وشكر، بس رحنا لوالدتي سلمنا عليها، وبعدين رحنا لأختي الكبيرة، وبعد ما طلع لنا المطر مو طبيعي صار، فبقينا قاعدين بالبيت. لا تنسون اللايك والاشتراك والكومنت الحلو بنات، ولا تنسون تفعلون الجرس على الكل حتى يوصل لكم كل شي جديد. يلا بنات، اليوم فقرتنا، طبعا احنا نعرف انه الفيديوهات اللي دا تنزل اغلب اليوتيوبريات يا حبيباتي ليس تعليمي وانما تحفيزي. يعني انا اشوف فيديو غيري او وحدة اشوف الفيديو مالتي مال تنظيف وما اعرف هذين الشغلات اللي تعزيلات وما ادري شنو، يصير عندنا حافز انه نغير بالبيت. أنا من أنزل هيجي فيديو إنه أنظف أو أطبخ وهاي، بالعكس إحنا ربات بيوت ما شاء الله، يعني عندنا خبرة من أمهاتنا الله يحفظهم، واللي ميتات الله يرحمهم، فعندنا خبرة بهيجي شغلات ومتعلمين من إحنا صغار. فمجرد إنه ننزل هذا الفيديو إنه تحفيز إلنا. يعني ماكو وحدة هسه ما تعرف تطبخ، أو ماكو وحدة ما تعرف تنظف، أو ماكو وحدة ما تعرف تغير الديكور، أو ماكو وحدة ما تعرف مثلا تكوي ملابس أو هيجي شغلات. بس احنا شو نقول إنه هذا الفيديو تحفيزي وليس تعليمي. فأني أباوع هذا الفيديو يصير عندي تحفيز، أو أباوع يوتيوبرية ثانية يصير عندي تحفيز، أكو فد أفكار نتبادلها وياكم. يعني مثلا أني أنطيك فكرة، أنت تنطيني فكرة، أكو شغلات يعني مثلا نتساعد عليها. فهذا الغرض من عندها البنات، إنه إحنا نسوي هذا الروتين التنظيف. مثلا أكو أكلات مثلا صحية، أكو أكلات اللي تنفع المريض السكر أو للسمنة، أو العفو مريض القلب. فيعني خلينا نقول إنه إحنا خوات بيناتنا ووحدة تساعد الأخ. فمن أنزل هيج مقاطع، يعني أنا مو جاية أعلمك، بالعكس أنا دا أنطيك حافز إن تقومين تنظفين إذا أنت شوية. ترى مرات بنات إحنا هم نتكاسل شوية، يعني مو دائما هم عندنا طاقة تحمل. هم بالنسبة اللي عندهم أطفال خطية الله يساعدهن، البنات اللي عندهم هذا المدارس، اللي عندهم بالكلية، اللي يعني استوهم بالمدرسة صف أول أو هاي، فهم يتعبون هاي. فأنا مرات يعني ترى عادي، مرات أنا يعني ما أغسل مواعين الغدا بساعتين، أو مرات ما أغسل مواعين العشاء يبقى الثاني يوم، أو مرات مواعين الريوق. فأكو أيام تجينا تعبانين، أكو أيام تجينا مالنا خلق، أكو أيام تجي شوي نفسيتنا تعبانة عادي. فأنا شنو أسوي؟ أدخل على اليوتيوب، فعندي كم قناة أنا متابعتهم ينطوني حافز، إنه رأسًا أقوم أتنشط مثل ما أنا كنت مكسلة، فأقوم أتنشط ويصير عندي حافز، وأقوم أغير وأحط وأسوي، أحس نفسي إنه أنا سويت إنجاز. حلو بنات؟ العفو. فهذا الغرض من الروتينات. فهسه إن شاء الله بما إنه خلص رمضان، طبعًا رمضان شوية كلش تعبت، يعني تعبت إلى يعني آخر تقريبًا آخر أسبوع بعد كلش يعني صرت. فهسه إن شاء الله يا بنات راح نسوي لكم إن شاء الله، عندي قناتي على التيك توك، اللي عندهم واللي ما عندهم هنا باليوتيوب. فإن شاء الله نسوي أكلات بالبرغل، نسوي أكلات دايت، هي نفس هالأكلة مثلا إذا كانت مو صحية نسويها صحية. فنعلمكم هواية طرق، ومن أنتي تنطيني وصفة وأنا أنطيك وصفة وتمشي الحالة إن شاء الله. فهذا الغرض من عندي يا بنات، إنه إحنا من نفتح القناة. أنا فتحت هاي القناة مجرد يعني تسلية، الله شاهد، يعني لا عندي غرض بيها ولا شي، ولا أكو بعض الناس يقولون على مود ما أعرف شو بيها أرباح ما أعرف شنو. لا، دا يشوفوني أنا بين فترة وفترة إنه أنا دا أنزل فيديو. هيك يعني مخليتها تسلية، إنه مرات أضوج وين أروح فأنطي يعني آخذ الموبايل وأصور. أستفاد مرات مثلا أشوف قناة مسوية ديكور مثلا بالمطبخ بسيط أو تغيير بسيط، هم يعني أروح أني أغير. فمخلية القناة أني هاي هيك يعني مجرد إنه
بس تسليني بالبيت، لإن دائمًا بالبيت بس أنا وزوجي، فمرات أضوج وين أروح، فأبقى أنظف. مرات يعني بنات يعني مرات خواتي شي يقولن أنتم بس أنتِ وزوجِك إيش دعوة هالقد تنظفين وتغيرين وتسوين وأنتِ مو زين على صحتِك. أقول لهن يعني وين أروح؟ المشكلة أظل قاعدة راح أتكاسل هواية، فالأفضل إلي إنه أقوم أشتغل حتى لو البيت ما بيه شي، مرة أغير هيجي، مرة أغير الجدار، مرة أغير الستيكر مالت الكاونتر، مرة أغير الترتيب، مرة أغير البردة، مرة التور. وعلى هاي الحالة بنات لا تنسون اللايك والاشتراك والكومنت الحلو مثلج، وتفعلون الجرس اللي أسفل الفيديو على الكل حتى يوصلكم كل شي جديد. وهنا إحنا بنات رتبت الصالة، شفتوا انتوا هي ما بيها هواية شغلات بس هيجي يعني كم شغلة رتبتها وكنستها. طبعا هماتين جو الدرج هم ننساه، لأن أنا عندي ذن الطيور شوية ما أعرف رغم مخيتلهن علاقة فالريش مالتهن هم دا يتطاير. هم نظفته جو الدرج، وهذا اللي بالنايلون ما أعرف بنات شو دائما من سوينا الجدار لزق من عند هذا اللاصق، فبين فترة وفترة الله شاهد يعني أنظفه وهم يرجع. وحطيت له مانكس مال طباخات فما أعرف ليش ما دا يروح. هنا كملنا، وإن شاء الله انتظرونا بالجزء الثاني اللي هو المطبخ. طبعا لحد الآن ما نظفناه من خلص رمضان والعيد، وشفتوا الأجواء مو مال تنظيف يعني شوية عميق كلش. فإن شاء الله انتظرون بفيديو جديد اللي هو تنظيف المطبخ حتى الحيطان والكاونتر من فوق كلياته والدواخل إن شاء الله، وهم أنزله وياكم. بنات صلوا على محمد هواية بالكومنتات، أريد عدد المصلين هواية إن شاء الله، هذا بميزان حسناتكم، لأن الصلاة على محمد ترفع من حسناتكم إن شاء الله. مثل ما تشوفون بنات هنا أنا كملت، ولا تنسون أرجع وأذكركم هما لا تنسون اللايك والاشتراك والكومنت. وهذا آخر المقطع مالت الفيديو، خلصت لما نظفت وياكم المغسلة بعد أجلكم الله لأن انتو كلكم تعرفوها. وهاي تصويرة أخيرة للبيت. باي باي بنات، استودعكم الله. مو تنسوني حبيباتي، وأكثروا بالصلاة على محمد وعلى محمد بالكومنتات. باي.